السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلاميذي الأعزاء، أخباركم إيه؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح تاني درس من دروس الساينس اللي بيتكلم على المودرن بريودك تيبل. طيب الدرس ده هتلاقوه مشروح قبل كده فيديوهات صغيرة. في حاجات شرحتها على البورد عشان كانت عايزة حل، في حاجات شرحناها من الكتاب. طيب أنا بعمل الدرس ده ليه؟ ده ملخص الدرس كله في فيديو واحد. انيميشن فيديو، انتوا بتحبوا الانيميشن وفي نفس الوقت بيبقى اتراكتيف، وكمان عشان نحاول نلم المعلومات كلها الموجودة في الدرس ده. تمام؟ طيب تعال ناخد ريفيجن سريع على الليسون الأولاني. الليسون الأولاني كان بيقول إن الأتوم هي البيلدينج يونت لأني ماتر، صح كده؟ والأتوم كان فيها إيه؟ جواها نيوكليوس فيها بوزيتيف بروتون ونيوترال نيوترون، وحواليها الكترون ريفولفد في مدارات اسمها انرجي ليفل. كانوا كام مدار؟ كانوا 7 ليفل. كل ما بعدنا عن النيوكليوس الانرجي بتاعت الليفلز بتزيد، صح كده؟ طيب خدنا ايه كمان؟ خدنا ان الاتوم متعادله كهربائيا، نيوترال ايه؟ تشارج، لان البوزيتيف بروتون بيساوي النيجاتيف ايه؟ الكترون. طيب بعد كده خدنا ايه هو الايزوتوبس، صح كده؟ ده كان ملخص ليسون 1. طيب ليسون 2 نركز مع بعض واحده واحده في معلوماته ونفصصها حته حته علشان نقدر ناخد المعلومات بتاعته وان شاء الله يبقى سهل. طيب هنحل الاسئله ازاي؟ جوه كتاب المعاصر كان فيه اسئله جوه شرح الدرس، وكمان غير الاكسرسايزز الخاصه بالدرس كامل. بعد ما نخلص شرح الدرس كله والفيديو ده باذن الله نعمل فيديو تاني نحل كل الاسئله اللي موجوده جوه الكتاب، ان كانت الاسئله اللي في الشرح، ان كان اسئله كتاب الوزاره، وان كان الاكسرسايزز الخاصه بالمعاصر. تمام؟ عشان يبقى كده حلينا اسئله الدرس ده كله. الدرس ده هياخد معانا وقت شويه، يعني هو متقسم في الفيديوهات اللي فاتت حوالي 6 أجزاء أو 7. هنا أنا قلت لأ، أنا عايز أحاول ألم لكم المعلومات كلها في درس واحد، معلش يبقى مترابط شوية عشان لما نيجي نحل يبقى إحنا عارفين المعلومات نقدر نرجع لها من فيديو واحد. وطبعا في حاجات محلولة مانيوالي على البورد عشان مشروح على البورد عشان تفهموها أكتر، زي لويس ستراكشر وزي الكونفيجريشن بتاعت الإلكترون والحاجات دي، ازاي ان انا اعرف البوزيشن بتاع الالكترون. الكلام ده موجود في الفيديوهات اللي فاتت تقدروا ترجعوا لها. طيب نسمي الله ونبتدي. نسمي الله ونبتدي. اول حاجه كان في ايه؟ دلوقتي احنا عندنا الاليمنتس. العلماء كانوا عايزين يدرسوا الاليمنتس دي ليه؟ وعايزين يرتبوها في تيبل عشان يقدروا يدرسوها. يبقى محاولات ترتيب العناصر في جدول. العلماء عملوا كده علشان ايه؟ عشان يسهلوا على نفسهم facilitate study، وعشان يعرفوا relations ما بين الاليمنتس والفيزيكال والبروبرتيز ايه؟ الكيميكال بروبرتيز. تمام؟ يبقى لو انا قال ليه العلماء have made multiple attempts to specify كذا حاول عشان يعملوا classification للعناصر، هقول له to facilitate their study and conclude relationship between the element والproperties بتاعتهم، كان الفيزيكال او الايه او الكيميكال. طيب كان عندي كام محاولة؟ كان عندي 3. كان عندي 3 محاولات لتنظيم الاليمنتس تيبل. تمام؟ طيب اولهم كان مندليف موزلي، بعد كده المودرن بريودك تيبل اللي احنا بناخده حاليا او اللي احنا بندرسه او الموجود في كتب الساينس كلها. طيب مندليف ده كان اول واحد يرتب العناصر في جدول. طيب نرتبها ازاي؟ اولا مندليف عالم روسي، عشان ساعات يجي لك ايه مين العالم الروسي اللي عمل كذا كذا، يبقى مندليف ده روسي. طيب عمل ايه؟ رتب العناصر arrange element in table ascending من الصغير للكبير according to مين؟ الاتوميك ماس بتاعها. يعني الاتوميك ماس بتاعها هو رتب العناصر اللي هو الوزن بتاع الاتوم. طيب ده اول حاجه. تاني حاجه ترتبهم من الشمال لليمين في
في ايه؟ في روز، في صفوف horizontal rows، وبعد كده هنعرف الروز دي اسمها pyramid. طيب أول حاجة منديل رتب العناصر صغير ascending from small to large في الايه؟ في الماس ايه؟ في الاتوميك ماس. بعد كده رتبهم من الشمال لليمين from left to right in horizontal ايه؟ in horizontal row. طيب الترتيب ده هنشوفها في الجدول ما كانش فيه constant gradation أو regular pattern، يعني ما كانش فيه زيادة بين كل عنصر والتاني برقم معين، لا هو كان من الصغير للكبير. يعني مثلا ده وزنه 9، اللي بعديه وزنه 12، اللي بعديه وزنه 16، اللي بعديه وزنه 20، اللي بعديه وزنه 30. ما كانش فيه regular pattern ما بين كل element والتاني. طيب هل لاحظ حاجة مندليف؟ مندليف لاحظ ان ال properties of element repeated periodically. يعني ايه؟ احنا قلنا ان هو رتب العناصر في صفوف، لقى ان كل صف ما بيخلص ويعمل الصف اللي بعده يلاقي ان العناصر اللي تحت بعضها شبه بعضها في الخصائص. يبقى the same discovers the properties of element repeated periodically with the start of each new row. كل ما يبتدي رو ايه؟ رو جديد. تمام؟ ده بالنسبة لمين؟ لمندليف. ده العالم مندليف. ودلوقتي هنشوف الجدول الدوري اللي عمله مندليف. تمام؟ طيب الجدول الدوري زي ما قلت لكم اهو، الارقام اللي فيه دي ارقام الايه؟ الاتوميك ماس. طيب without regular pattern انا عندي ليثيوم 6.9، بعد كده البي اي 9، بعد كده الفورون 10.8، الكربون 12، النيتروجين 14، الاكسجين 16، الفلور 19. انتوا لو خدتوا بالكم من الارقام مش هتلاقوا انها بتزيد بايه؟ بمعدل ثابت، هي من الصغير للكبير وخلاص. خلاص خلصنا البيريود ايه دي او الرو دي، ناخد الرو اللي بعدها فيها صوديوم ان ايه، مغنيسيوم ام جي، الومنيوم اي ال. لقى ان الليثيوم شبه الصوديوم في شويه حاجات، والصوديوم شبه البوتاسيوم في شويه حاجات، اللي هم ايه؟ بدايه كل دوره ان العناصر اللي تحت بعضها ليها نفس الايه؟ نفس الخصائص. تمام؟ يبقى كده مين؟ عم مندليف. شكرا، انت اول واحد تعمل لنا البريودك تيبل، قسمته على الاتوميك ماس وكنت بتقسمهم من الشمال لليمين في روز. تمام؟ ولقيت ان العناصر اللي تحت بعضها يعني كل بدايه كل رو بتلاقي البروبرتيز ايه؟ متشابهه تاني. تمام؟ طيب بعد كده عمل ايه؟ بعد كده موزلي عمل تيبل تاني. طيب موزلي ده عالم فيزيائي انجليزي. عمل ايه موزلي؟ موزلي لما جه يذاكر تاني مندليف ويبتدي يعدل عليه او يشوف ايه اللي حصل، لقى ايه؟ طيب لقى ايه موزلي؟ موزلي لقى ان لما جه يستدي الاليمنتس لقى ان دراسه الاليمنتس بتعتمد اكتر على الاتوميك نمبر بتاعها مش الاتوميك ماس. يعني دراسه الاليمنتس بتعتمد على عدد البروتونات او عدد النيوترونات اللي موجوده في الاتوم مش الماس بتاعتها. تمام؟ عكس ما مندليف لقى ان الايه؟ الخصائص بتعتمد على الاتوميك ماس. لا، موزلي لقى ان الخصائص ريليتد اكتر للاتوميك نمبر. تمام؟ اللي هي التشارجز اللي موجوده فين؟ في الاتوم. طب دي اول حاجه. انا خلاص انا هعمل تيبل او هعمل موديفيكيشن لمندليف وهغير ما بين الاتوميك ماس احط اتوميك نمبر. يبقى عمل جدول الاتوميك نمبر، الاليمنتس اتوميك نمبر من الصغير للكبير من الشمال لليمين، ده زي بتاع مندليف بس بدل الارقام من الاتوميك ماس حط الاتوميك ايه؟ نمبر. طب ده اول حاجه. وقال كمان ايه؟ ان كل واحد كل اتوم ما بينها وما بين الثانيه كل element، بقى نتكلم بقى ايه كبار شويه عن الحصه اللي فاتت. element عنصر، كل عنصر ما بينه وما بين element اللي بعده زياده واحد. يعني عندي 1 2 3 4 الباترن هيزيد كده يبقى regular pattern. تمام؟ من from left to right. طب ايه كمان؟ قال لي زود حاجتين. اول حاجه زود حاجه جروب، زود مجموعه اسمها الانرت غازز، الغازات الخامله. تمام؟ وتاني حاجة إن هو اكتشف بعض العناصر التانية الجديدة اللي ما كانتش في جدول مندليف وحطها، يعني اكتشف عناصر تانية أو حطوها يعني حطها في جدول إيه؟ موزلي. يبقى موزلي واحد رتب العناصر على اتوميك نمبر، اثنين خلى إن في باتر إن ما بين كل إيليمنت والتاني زيادة واحد.
تمام. طيب 3 حط او عمل جروب اسمه الانر تريز، عمل مجموعه كامله اسمها الانر تريز. 4 لقى شويه elements جديده عن جدول ايه مندليف، او اكتشفت بعد ما مندليف تيبل ايه اتعمل. تمام. طيب ده جدول موزلي. تمام. سوري. تمام. طيب جدول موزلي زي ما شفنا هنا، بس جري شويه. الارقام ليثيوم 2 3 4 وهكذا، وفي بعض العناصر زادت، وبرضه ستيل ايه هو بيعملها في روز. تمام. وفي بعض العناصر زادت اهي، وادي الانر تريز اللي هي على الشمال. تمام. طيب بعد كده بقى كل ده كان انترودكشن كده علشان نشوف البريودك تيبل المودرن اللي احنا بنشتغل بيه دلوقتي، اللي احنا هندرسه لغايه ما الوحده دي تخلص. طيب المودرن بقى هو عمل ايه بقى؟ عمل موديفيكيشن لموزلي، ولا عمل واحد تاني، ولا عمل ايه؟ قال لي لا، المودرن بريودك تيبل الساينس لقوا فيه بعض الليميتيشن موجوده في موزلي. طيب فعملوا ايه؟ عملوا ري ارينج، عملوا ترتيب تاني للتيبل، بس برضه ستيل على نفس الاتوميك نمبر زي ما موزلي عمل، بس زودوا حاجه تانيه. في حاجه تانيه filling energy في السب ليفل with electron. في ميثودز بتتملي فيها السب انرجي بالالكترونات. يعني ايه سب انرجي دلوقتي؟ سهله كده واصورها لكم. فاكرين لما قلنا كي ال ان ان دول الانرجي ليفل الكبار اللي بيبتدوا 1 2 3 مدارات ل7. طيب كل مدار من دول جواه غرف، جواه اوض، جواه اوض كانها شقه. تمام. الشقه دي جواها اوض، الاوض دي هي السب ليفل. هم كام سب ليفل؟ 4. طب بيعملوا ايه في السب ليفل؟ الالكترونات بتلف جواها، بتبقى موجوده جواها. يعني هي في الشقه اللي هي المدار، هي الانرجي ليفل كي مثلا، وجواه غرف، ال جواه غرف، هي دي اسمها سب ليفل. يبقى المودرن بريودك تيبل عمل ايه؟ المودرن بريودك تيبل رتب بعض العناصر التانية بالاتوميك نمبر، وخد في الاعتبار الايه؟ الميثود في الفيلنج اللي بملى السب ليفل انرجي في الالكترونات. تمام كده؟ تمام. طيب شكله ايه بقى؟ هو ده شكله، ده اللي هنقعد نعمل فيه كلاسيفيكيشن حبه حلوين. طيب تعالوا ناخد مع بعض كده واحده واحده. بصوا، اول حاجه هما كام رو، كام بيريود؟ يبقى واحده واحده. الهوريزونتال رو بيساوي بيريود دي الايه؟ الصفوف. سوري، الصف. تمام. دي الصفوف. كام صف؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. 7 بيريود او 7 هوريزونتال رو. يبقى الجدول الدوري بيتكون من كام بيريود؟ 7. كام كولوم؟ كام عمود؟ كام فيرتيكال كولوم؟ كام جروب؟ 18. يعني دول 18 صف. يبقى الجدول الدوري بيتكون من 7 periods، 18 جروب. التوتال العناصر بقى ايه؟ توتال الاليمنتس كام؟ 118 عنصر، 118. يبقى 7 period، 18 جروب، 118 ايه؟ عنصر. ده اول حاجه. الحاجه الثانيه، اي عنصر في الدنيا ليه فيزيكال ستيت 3، يا اما صلب يا اما غاز يا اما ليكويد يا اما غاز. يبقى سوليد يا ليكويد يا ايه؟ يا غاز. طيب الاليمنتس اللي موجوده في الجدول الدوري في البريودك تيبل قد ايه سوليد وقد ايه غاز وقد ايه الكلام ده كله؟ قال لي اول حاجه اغلب العناصر، اغلب الجدول الدوري سوليد. اغلب الجدول الدوري سوليد. تمام. طيب وايه كمان؟ وعندي عنصرين 2 ليكويد، عنصرين ليكويد. كم غاز؟ 11 غازز. طيب تمام، عايزين نشوفهم فين اماكنهم ونعرف هم فين. طيب تمام. ده تيبل من periodic تيبل بس انتراكتيف شويه عشان اوضح لكم فين السوليد. تعالوا نقف على السوليد اللي لونه اسود. كام عنصر هنا؟ تقريبا يبقى most of element in the modern periodic table is solid. صح؟
طيب فين الليكويد؟ اتنين مهمين، الاثنين اللي عاملين هايلايت بالازرق، ميركوري وبرومين. يبقى عندي عنصرين اثنين ليكويد، الميركوري والبرومين. الميركوري هو ميتال ليكويد، البرومين نون ميتال ليكويد. مهم اعرفهم؟ مهم تعرفهم. طيب الغاز 11 element، هيدروجين اهو اول واحد فوق، والباقي اول واحد فوق على الشمال هيدروجين، والباقي كلهم على اليمين نيتروجين، اكسجين، فلورين، كلورين، والانرت غاز اللي هو جروب 18 او جروب 0. تمام. انتوا هنا في الكتاب هو بيدرس على التراديشنال او الارقام الاوليه اللي كانت معموله في الاول، فده في الموديل هو 18 لكن هو في الاول كان اسمه 0، فاحنا هنخلينا اسمه 0. في الهيليوم والنيون والارجون والكريبتون والزينون والراد، احفظهم مع التكرار هتعرف ان هم دول الغاز ايه؟ الانرت غازز. مع التكرار هتعرف. يبقى انا عندي solid most of the elements are solid، liquid 2 ميركوري وبرومين، ميركوري ده ميتال ليكويد بالبرومين ده ايه؟ نون ميتال ليكويد. الغاز 11 غاز، مين هم؟ هيدروجين، نيتروجين، اكسجين، فلورين، كلورين، والانرت غاز اللي هم هيليوم، نيون، ارجون، زينون، كريبتون، زينون، رادون. تمام؟ تمام. طيب تمام تمام كده. تمام ماشي. يبقى احنا هنا قلنا ايه؟ ان الاليمنتس اللي في الجروب فيها نفس عدد الالكترونات في اخر مقدار طاقه. طيب ماشي كده؟ ماشي. ده كده في الجروب. طب في الرو، في الصف، لو انا عندي صوديوم، مغنيسيوم، الومنيوم 11 12 13 دول ورا بعض، صح؟ ورا بعض في الرو. طيب تعالوا نعمل كونفيجريشن. الصوديوم فيه 11 يبقى كام؟ 2 8 1 ثلاث مدارات طاقه. مغنيسيوم 2 8 2 ثلاث مدارات برضه. الالومنيوم 2 8 3 ثلاث مدارات. يبقى في الجروب كلهم عندهم نفس البروبرتيز بتاعت ايه؟ ان عندهم الكترون واحد في اخر مدار طاقه. في البيريود كلهم عندهم اللي في نفس البيريود كلهم عندهم نفس عدد الانرجي ليفل. تمام. يبقى الاليمنت سيم جروب ليهم نفس النمبر اوف الكترون فاوند ان ذا لاست انرجي ليفل. الاليمنتس اللي في البيريود ليهم نفس عدد مدارات الطاقه. طيب هتقولي دي اسمها انت ليه عماله تشرحي بالعربي زياده عن اللزوم؟ انا اعتقادي الشخصي، كل واحد واعتقاده. المعلومات الجديده اللي بتبقى صعب فهمها باللغه الانجليزيه من اول مره، اما تخش الدماغ باللغه العربيه بتثبت، وبعد كده حولها. اهو احنا بنشرح بالعربي، تدخل معلومه بالعربي، تسمع المعلومه بالانجلش، بس بتدخل المعلومه في دماغك بالعربي. انا ده اعتقادي الشخصي. ممكن نبقى السيشن كلها بالانجلش، انا معليش مشكله، بس انا عايزاك تفهم عشان المعلومات ما تخشش في بعضها. بلاد العالم كلها بتاخد المعلومه باللغه الاصل بتاعتهم. الطلبه بيدرسوا باللغه الاساسيه بتاعت البلد ايا كان ايه هي، وبعد كده انترناشونال ناشونال وات ايفر بياخدوا بالانجلش، بس المعلومه لازم تثبت باللغه الام. ده اعتقادي الشخصي. طيب يبقى احنا نرجع تاني للدرس. الاليمنت في السيم جروب ليهم نفس الالكترون فاوند ان لاست انرجي. الاليمنت اللي موجوده في نفس البيريود ليهم ذا سيم نمبر اوف انرجي ايه ليفل. تمام. اوكي. طيب واحده واحده ناخد نفسنا لغايه ما عمو يبطل الكتابه عشان دي معلومه تانيه جديده. احنا رغم خلاص بس على فكره. اهو بس كده. طيب في عالم اسمه لويس قال لك انا اقول لك على حاجه حلوه. ايه ده؟ حاجه حلوه في الدرس ده؟ والله فيه. هتلاقوا الدرس لما تروح الحته دي بالذات مشروحه في الفيديو لوحده،
على البورد. انا اللي حلته لكم بالاكزامبلز على طول لانها فيها رسمه، يعني بنكتب بالقلم، فارجعوا ليه تاني. تمام؟ بس تعالوا هنا ناخدها از ساينتفك بقى. طيب لويس ستراكشر قال ايه؟ عشان نقول الفالنس الكترون. طيب قال لك ايه؟ قال لك انا هعمل سمبليفاي كده لعدد الالكترونات اللي موجوده في لاست انرجي. اذا انت هتعدلها ازاي؟ اعملها نقطه، حط الالكترون كانه دوت. يا سلام. وبعد كده الالكترونات اللي موجوده في اخر مدار طاقه ده احنا قلنا هنعمله كانه دوت. لو هم 7 يبقى انا عندي 7 نقط، لو هم 6 يبقى 6 نقط، لو هو 8 8 نقط، لو هم 2 وهكذا. يبقى اي الكترون في اخر مدار طاقه اعمله بنقطه بدوت. طيب وحطه كونفيجر حوالين العنصر. تمام؟ واملاهم في الاربع جهات سنجل الاول، وبعد كده اعمل لهم دبل. اللي انت بتقولي ده نسمعها. هفهمكم في الفيديو اللي فات، اكيد كلكم فهمتوه، بس هو بيقول كده انا هعمل سمبليفاي، خلي ان مدارات الطاقه الاخيره الالكترونات اللي فيها هعملها كانها دوت، وهتعملوها ديستريبيوشن، توزعوها على العنصر مفرد الاول في الاربع اتجاهات فوق وتحت ويمين وشمال، وبعد كده تعملوها بيرنج. تمام؟ وفي الاخر هتعرفوا الفالنس بتاع الاليمنت ده من عدد الالكترونات الامبير. يعني ايه فالنس الكترون اصلا؟ اسمها هو الالكترونات اللي موجوده في اخر مدار طاقه. تمام؟ طيب انا مش فاهم حاجه. لو فهمتوا الفيديو اللي فات وقريتوه وشفتوه هتلاقوا لويس مفهوم، بس تعالوا نكمل الكلام اللي انا بقوله ده على جدول عشان تفهموا بقى اللي انا بقوله ده بالظبط. طيب بصوا هنا اهو ادي لويس ستراكشر، شايفين ده؟ شايفين اللي فيه نقط ده؟ هو ده. طيب الليثيوم كان فيه كام؟ 3 و2 1. يعني اخر مدار طاقه فيه كام الكترون؟ 1. هو عمل ايه؟ حط الرمز ليثيوم اهو، وحط حواليه نقطه اهو، نقطه ده الكترون. يعني الليثيوم ده فيه كام الكترون في الاخر؟ 1 بس كده. اما يكون بقى الفالنس بقى للويس ستراكشر عنده 1 بس يبقى مونو فالنت. مونو يعني 1 اصلا، مونو يعني احادي، مونو فالنت. تمام؟ طيب بالراحه بقى، تعالوا نغطي اخر جزء ده كاننا مش شايفينه هنا. هو الليثيوم فين؟ انهي جروب؟ حفظتوا الجدول؟ لا. احفظه ازاي؟ انا فهمت كان اسمها اما قلت ان الالكترون الاخير في اخر مدار هو اللي بيبين رقم الجروب، فانا عندي الكترون 1 يبقى الليثيوم ده بأنهي جروب؟ في 1 ايه؟ بس كده، سهله وبسيطه. عشان كده انا اكدت لكم على المعلومه بتاعت الالكترونات لان احنا هنفضل نلعب فيها شويه لغايه ما الدرس يخلص. طيب البي ايه؟ 2 2، يعني اخر مدار فيه 2 يبقى 1 2. احنا عملنا ليه؟ لويس قال حطهم فردان الاول، يعني حطهم حوالين العنصر الاربع اتجاهات الاول مفرد. طيب يبقى ده عنده 2 سنجل او امبير، يبقى اسمه داي فيلن. موجود فين؟ 2 ايه؟ البورون بي 5 يبقى 2 3، يبقى ايه؟ 1 2 3، يبقى عنده تراي فيلن ثلاثي. كربون 2 4، هعمل ايه؟ 1 2 3 4. بدلوا يبقى الكربون وقفنا هنا ان هم سنجل، ان الاربعه سنجل في الاربع اتجاهات، يبقى تترا فيلن رباعي. طيب بعد كده النيتروجين 7 2 5. طب هعمل الخمسه ازاي؟ هعملهم سنجل الاول، يبقى 1 2 3 4. معايا الكترون لسه يتيم، احطه في اي ناحيه فيه. اعمل بيرنج بقى تاني، اعمل تاني على اللي انا حاطه، يبقى ايه؟ 2 ثنائي هنا. عنده كام واحد سنجل او امبير؟ 3، يبقى هو ده اسمه ايه؟ تراي فيلنت. تمام؟ السؤال هنا بقى هو في انهي جروب؟ هو ثانيه واحده اسمها كام الكترون في اخر مدار؟ 5، اللي هو 5 ايه؟ يلا اللي بعد ده تساليني على ايه تاني؟ الاكسجين 2 2 6 6، يبقى 1 2 3 4 دول مفرد، بعد كده 5 و6 مع بعض ميجوز، يبقى في كام ايه؟ يبقى في كام سنجل لسه وامبير؟ 2، يبقى ده داي فيلنت. وهكذا الفلورين. طب النيوم بقى اللي هو الانرت غازز هم 10 2 8. رتب ال8 على الزوس، مفرد 4 ميجوز 4، صح؟ هل عنده امبير الكترون؟
لا زيرو. يبقى هو ينفع يبقى الفالنس زيرو الانر فيزز كلهم، الانر فيزز كلهم زيرو، كلهم ايه؟ كلهم الفالنس بتاعته زيرو. تمام؟ اللي هو اسم المجموعه. تمام. فهمنا لويس وفهمنا يعني ايه فالنس الكترون. اتمنى المعلومات تكون مفهومه. ماشي. بيقول لك بالجدول اللي احنا لسه قايلينه ده نفس اللي انا قلته، ان الفالنس من 1 ل 4 هي الجروب نمبر، وان الفالنس من 5 ل 0. ايه ده؟ هي كان في تفاقمات؟ لا احنا لقينا الرقم بيقل تاني بعد ما وصل للتترا فالنس في الكربون، بقى تراي وداي ومونو وزيرو. طب ازاي؟ قال لي من اول جروب 5 لغايه الجروب 0 اعمل 8 ناقص رقم الجروب. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ولا حاجه. 8 ناقص اللاست انرجي. بصوا هي دي سهل لكم شويه، بس زي ما احنا عملناها اسهل. تمام؟ يعني مثلا الكربون 6، بعدها الاكسجين كام؟ النيتروجين 7، الاكسجين 8. تعالوا نعمل على 8 الاكسجين. الاكسجين كان كام؟ الكونفيجريشن بتاعته 2 6 صح؟ طيب 2 6. تعالوا نطبق اللي هو قاله هنا ده. 8 ناقص 6 هو بيقول لك عدد الالكترونات اللي موجوده في اخر موضوع. 8 ناقص 6 يعني ايه؟ يعني 2. وما رجعنا للجدول اصلا قلنا الاكسجين كام؟ طيب بس كده. طيب قال لك ليه بقى جيف ريزون ان النوبل غازز ملهاش فالنسي او الفالنس بتاعها زيرو؟ واحده because the last energy level of each of their atom completely fill with electron. كلها مليانه، كلها 8 ما عدا الهيليوم ب2 صح؟ طيب غير كده ان لويس دوت ستراكشر ما فيهوش امبيرد الكترون. ما فيهوش ايه؟ امبيرد الكترون. هم ال8 ميجوز 8. انا قسمت 4 سنجل، الاربعه التانيين حطيتهم على السنجل اللي عندي بقوا دبل، ما بقاش عندي ولا واحد ايه؟ سنجل. يبقى عشان كده النوبل غازز ايكوال ايه؟ الفالنس بتاعها ايكوال 0. اوكي. ناخد نفسنا. طيب الجزء ده برضو مشروح مانيوال على البورد في الفيديوهات اللي فاتت عشان تفهموها اكتر. فكل شويه بقول لكم بص، منهج الساينس السنه دي ما ينفعش يبقى بورد، ما يبقاش يبقى باوربوينت كده بس او وايت بورد بس، لازم يتكتب، ويتكتب بشرح بحل اكزامبلز. تمام؟ عشان كده لا، وانا بحل شويه على البورد، بحل شويه معاكم كده اورال وهكذا. فمن اول لويس، يعني لويس والالكترون كونفيجريشن دول مشروحين على البورد في الفيديو اللي فاتت لوحدهم، ارجعوا لهم تاني ضروري. ولازم معاك ورقه وقلم وانت بتذاكر الساينس على فكره. ماشي؟ عارفه انه الكلام كبير عليكم، بس يعني احنا مع بعض باذن الله تعالى لغايه ما الترم ده يخلص، وانا هحاول ان انا على قد ما اقدر كل المعلومات اللي عندي اديها لكم وابسطها لكم، لان انا وانا في الجامعه كنت زيك. يعني انا كنت في الجامعه كنت بدرس الحاجات دي بقى يعني ان ديتيلز. فانا كنت من الشخصيات اللي بسهل على نفسي المعلومه على قد ما اقدر، ما بحبش اقعد احفظ كتير. انا عايزه المعلومه اللي تثبت في دماغي. يعني لويس مثلا ستراكشر كان ايه؟ هو جاب العنصر حط حواليه الالكترون سنجل الاول، بعد كده دبل، والامبيرد او مش السنجل هم دول البيلر. بس كده المعلومه خلصت. مش معلومه صح ودخلت في دماغي صح، بعرف احلها صح. طب نرجع تاني. طيب هنا بيقول لك ايه بقى في الجزء اللي جاي كده؟ هم حتتين ورا بعض سهل. عروستي انت هتلعبي معانا اسمها بقول لك لو انا عندي اتوم قلت لك يا عم الحاج انا هديك الاتوميك نمبر بتاعه، طيب هتقول لي تعرف تجيب الفاليو بتاعه ومكانه فين في الجدول من الاخر؟ ازاي حضرتك حافظني؟ لا انا بقول لك سؤال. عروستي او هو اي ام، انا اتوم، انا ايلمنت، اديتك الاتوميك نمبر بتاعي، قول له انا موجود فين في الجدول الدوري. بس هو بس هجيب لكم الاجابه في ثواني سهله جدا اسمها على فكره. ازاي؟ قولي لي الاتوميك نمبر بكام؟ ماشي اكس ب 20 مثلا، قول لي ال 20، قول لي اكس ده موجود فين. بس كده اقول لحضرتك مش هو فيه 20 يعني في كام الكترون؟ 20. تعالوا نقسم ال 20
2 8 8 2. بس كده. اقول لحضرتك هو فين؟ هو في 2A، جروب 2A. عرفت منين؟ مش اخر مدار طاقه اسمها فيه 2؟ يبقى 2A. طيب طب قول لي البيريود بقى يا عم الزكي. حضرتك بيريود 4. ايه ده؟ انت عرفت؟ هو انت حافظ الجدول من ورايا؟ لا يا اسمها، عشان هنا انا عندي 2 8 8 2. دول كام انرجي ليفل؟ 4. يبقى موجود في بيريود 4. يبقى اللي انت بتقولي عليه ده كالسيوم 20. ده انت كده كالسيوم 20 تبقى انت هتبتدي تحفظ، بس مش مطلوب تقول لي ان ده كالسيوم 20. انت المفروض دلوقتي تقول لي ايه حضرتك كان اسمها. هو موجود في جروب 2A وموجود في بيريود كام؟ 4. بس كده. شايفين الرغي ده كله؟ بس كده. هو بيقول لك هنا الاتوميك كونفيجريشن، نمبر اوف انرجي ليفل، البيريود، والالكترونات اللي موجوده في اخر مدار الطاقه. ده ايه؟ ده الاسم بتاع الجروب اللي هو 7A 2A وهكذا، ما عدا طبعا الانرت غازز وانت اكيد عارفهم. يعني انا لو قلت لك مثلا كده قلنا اكس، طب تعالوا نقول مثلا عنصر زد 10، بلاش 10 18. قول لي ده مكانه فين؟ بص هو انا مغمض اللي اسمها 18. 2 8 8. طيب 8 مين اللي اخره 8؟ ده الانرت غاز اللي هو ال 8 ايه اللي هو اسمها زيرو. الجروب ده اسمه زيرو اللي هو الجروب الانرت غاز. ماشي برافو عليك. طيب موجود فين؟ بيريود 3 يعني اسمها مش محتاجه سؤال. ده بيريود 3 جروب زيرو اللي هو الانرت غاز اللي هو الارجون غالبا، او الارجون حضرتك. لا انا مذاكر. تمام. اوكي. طيب ايه انت كده؟ حضرتك انا قلت لك الجزء الاولاني ان انا اديتك الاتوميك ماس، سوري الاتوميك نمبر، وقلت لك قول لي بكام. طيب تعالى صعب عليك. هي نقطه صعبانيه اسمها لو انا قلت لك انا عندي عنصر موجود في جروب كذا وفي بيريود كذا، قول لي العنصر ده الاتوميك نمبر بتاعه ازاي؟ ايه في ايه؟ انت مالك تنحت ليه؟ انا عندي عنصر قلت لك هو موجود في انا اللي قلت لك هو موجود فين. عايزاك انت تقول لي الاتوميك نمبر بتاعه ايه. اسمها انا ابتديت اتخنق والفيديو طول، بس هقول لك. بص يا مصطفى، انت قلت لي رقم الجروب صح؟ طيب يعني لما تديني رقم الجروب يبقى انا عرفت هو اخر مدار طاقه ليه في كام الكترون. ماشي. وقلت لي ايه كمان؟ اديتي له البيريد بتاعته. طب ما انا عرفت منك كده معلومه مستخبيه انك قلتي لي ان عنده كام مدار طاقه. ماشي يا ايور، فين الرقم؟ فين اجابه السؤال؟ ما انا استني بس هقول لك. استني اصبري. انت اديتيني الجروب عدد الالكترونات واديتيني البيريود عدد الليفل، وانا عارف كل ليفل بيتملي بكام. انت شكلك فاهم يا نصه. ايوه ما نصه فاهم. فانا عارف ان كل انرجي ليفل بيتملي بكام، وعارف اخر واحد فيه كام. اجمعهم على بعض اقول لك الاتوميك نمبر. مش بقول لك شكلك بتذاكر من ورايا نصه؟ ايوه انا بذاكر من وراك. فهمتوا كده؟ هي ده الجزء بمنتهى السهوله. لو انا قلت لك البيريود كام والجروب كام، البيريود هتعرف ان هم كام مدار طاقه صح؟ وما اجي اقول لك الجروب هتعرف منه اخر مدار طاقه في كام. طب تعالوا اديكم اي مثال مثلا. انا يا سيدي بقول لك ان العنصر دوت استنى العنصر ده سلفر 16. ايه ده؟ انا اللي قلت لك رقم سوري. قلت لك ان هو في 7A تمام وفي بيريود 4. 7A بيريود 4. قول لي رقمه كام ونرجع نتاكد من كده. 7A وبيريود 4. بيريود 4 يعني عنده 4. 7A يعني اخر مدار في السبعه، يبقى 4. يبقى 2 8 والمدار اللي بعده 8 برضه و7. يبقى 2 8 8 7. 2 و8 10 و8 18 و7 18 26 صح؟
18 و7 26 لا 25 سوري لا وين 25 اساسا معلش يا جماعه 2 8 10 18 25 احنا قلنا ايه؟ قلنا هنا 7 طيب على فكرة أنا قلت حاجة غلط، أنا اللي قلت حاجة غلط، أنا قلت حاجة غلط على فكرة. أنا قلت في بيريد 4 صح؟ و 7A هو أنا ليه حطيت 8 تاني؟ أنا اسمها قلت غلط 2 8 18 7 مش الكي ال ام، مش الكي كان فيه 2 والال 8 والام 18 والان 32 طب انت ليه حطيتي 8 و 18 ب 18 10 28 من 7 35 اسمها انا صعبتها عليكم فانا اتلخبطت اللي هو ده رومين لان انا هنا ابتديت ترانزيشن ايه دي بلوك استعمال. طب تعالوا اقول لكم يعني انا صعبتها ماشي. تعالوا ناخد مثلا السيليكون موجود في 4A وبيريود 3 السيليكون موجود في 4A بيريود 3 قول لي بقى السيليكون رقمه كام؟ ايه هتبقى اسهل 4A يعني اخر 4 اسمها بيريود 3 يعني 3 مدارات يبقى 2 8 4 يبقى 14 السيليكون فعلا 14 انا اللي اتلخبطت انا الاسف هي 2 8 18 في الليفل تمام تمام وهي ما بتبقاش على فكره بعد كده عشان ما اقولكوش معلومه غلط مش بتبقى 18 18 بتبقى ليها حسبه ثانيه كده اللي هي فاكرين السب ليفل اس بي بي اف ده قصه ثانيه كده حاجه موجوده بعد ماشي. المهم عرفتوا ازاي؟ طيب ناخد نفسنا مع تفتح هو اللي بيذاكر اصلا عايزين نسمي الولد ده اسمه ونخليه معانا بعد كده على طول في الفيديوهات ايه رايكم؟ اقترح عليا اسمي دي كده عشان يبقى معانا على طول طالب فاهم شكلك فاهم يا نفسي ماشي؟ طيب انا بكتب اي حاجه عشان تفصلوا عشان الجزء اللي جاي ده ايه حلو وجميل ده اخر جزء ان شاء الله الدرس اللي بيلخبط حتى المدرسين على فكره وانا كمان يعني احنا كلنا بنتلخبط فيه عشان الكتاب مش مبينه حلو فانا ايه حاولت افهمكم كده ايه ده مش مشروح قبل كده اصلا لو له فيديو لوحدي لما ما لحقتش اعمله لوحدي فحاولت ان انا اسهله لكم هنا. طيب بصوا يا جماعه atomic radii and group atomic radius من الاخر يعني بص يا سيدي atomic radii يعني هي فانسي وهي ساينتفك واي كده عشان اقول لك هو الاتوم دي كبيره قد ايه how big an atom is بس حجم النواه الراديوس بتاعها ماشي. طيب عايزه افهمها لكم بالراحه كده احنا عندنا كولوم سوري جروب وبيريود صح؟ تعالوا نراجع كده وهقول لكم على طول في الجروب احنا قلنا كلهم تحت بعض فليهم نفس الالكترون كونفيجريشن صح؟ هل ليهم نفس عدد المدارات؟ لا صح؟ عندي مثلا 3 تعالوا نرجع هنا تاني 3 11 19 37 وهكذا فدول جروب اهو هو نفس الالكترون كونفيجريشن في اخر ايه مدار لكن مش نفس عدد الايه الليفل. طيب ده حاجه البيريود هي نفس عدد الليفلز صح كده؟ اوكي طيب يبقى هنا بيقول لي ايه if you look at column of elements
the atom get bigger as you go down. صح، لأن كان عندي ليثيوم 3 في مدارين 2 1. الصوديوم 2 8 1. البوتاسيوم 2 8 8 1. فده كان مدارين، بقوا 3 و4. طبيعي ان المدارات بتزيد، يبقى الراديوس، يبقى الحجم النواه ده بيكبر ولا بيصغر؟ بيكبر. يبقى كل ما بمشي في الجروب من فوق لتحت حجم النواه بيزيد. بس كده. نفس الكلام في المغنيسيوم والكالسيوم، نفس الكلام في النيتروجين والبوتاسيوم، نفس الكلام في الكلور والبروم. لان كل فرق ما بين البيريد والتاني ايه؟ مدار زياده. ده كانوا 2، ده كانوا 3، ده كانوا 4. يبقى في الراديوس من فوق لتحت الراديوس او حجم النواه ديت بتكبر. تمام. تمام. زي ما هنا بيقول لي ان الليثيوم هو اول واحد في الجروب بتاعه، فهو اصغر من الصوديوم اللي بعده وهكذا. يبقى كده فهمتوا؟ فالراديوس بيزيد في الايه؟ في الجروب. ماشي. اوكي. طيب هناخد بعد كده الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت والبروبرتيز بتاعتها في الجدول الدوري، ازاي ايه اللي بيحصل يعني. بص الميلتنج بوينت واحدة كده، تعالوا نراجع. ميلتنج بوينت يعني ايه؟ يعني ايه ميلتنج بوينت؟ هي درجة الحرارة اللي عندها السوليد بتحول لليكويد. ايه ده؟ تعالوا نبسطها قوي. تعالوا مثلا حتة تلجة حطيتها على النار، تلج سوليد، في درجة حرارة معينة بيتحول السوليد ده لمية، صح؟ هو ده الميلتنج بوينت. يبقى درجة الحرارة اللي بتحول فيها الايس لليكويد لووتر يعني، هي دي الميلتنج بوينت. يبقى هي الميلتنج بوينت هي تحويل السوليد لليكويد بدرجة حرارة معينة. طيب بعد كده الليكويد ده ابتدى يسخن فابتدى يتبخر. اول ما يتبخر هو ده البويلنج بوينت، يبقى تحول الليكويد لغاز. يبقى الميلتنج بوينت هو درجة الحرارة اللي تحول منها السوليد لليكويد. افتكروها مع بعضيكم كده، التلج المية، ومن المية للغاز اللي هو بخار المية يعني، دي البويلنج بوينت. طيب الكلاين ميتال اللي هو كان اول واحد على اليمين ال 1A والهالوجين ال 7A. تعالوا ناخد نبذه عنه. في الالكلاين ميتال مثلا زي صوديوم وبوتاسيوم وهكذا، الميلتنج والبوينت بوينت جيت لور، بتقل. يعني الليثيوم هو اول واحد او درجه حرارته في الميلتنج بوينت عاليه. ماشي. طيب في الهالوجين لو احنا نزلنا بالجروب الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاعهم بتزيد. يعني كلورين lower melting point than IV. دي اسمها انا مش فاهم حاجه والله. ولا انا ايه؟ بحب الايفيدنس، بحب الجداول، بحب الارقام. تعالوا نشوف جدول. بص نفس الجدول التفاعلي. هو انا كنت بقول ايه؟ خدنا الالكلاين وخدنا الفلورين الهالوجين، صح؟ هو بيقول لك ايه بقى؟ الميلتنج بوينت هنا. بصوا هنا الميلتنج بوينت كام؟ 180 97 63 39 28. يبقى في الالكلاين الميلتنج بوينت بيحصل لها ايه؟ بتقل. الميلتنج بوينت اهي بتقل. طيب في الهالوجين ناقص 220 ناقص 100 ناقص 7 113، يبقى بتزيد. يبقى في الالكلاين ميتال الميلتنج بوينت بتزيد من فوق لتحت في الجروب. تمام. طب البويلنج بوينت نفس الكلام بتزيد 700 800 بتقل. استنى عشان انا مبقتش اشوف. بتزيد. فاحنا بنوصل لغايه هنا بس بتزيد. تمام. 1.3 800 700 وهكذا. هنا اللي بيحصل بتزيد.
تعالوا خلينا هنا في الميلتنج بوينت. تمام، الميلتنج بوينت هنا بتقل. تمام، خلينا في الميلتنج بوينت. الميلتنج بوينت بتقل والعكس ايه في الهالوجين بيزيد. ماشي، فهي الحته دي بتتلخبط اصلا. تمام، يبقى الميلتنج بوينت في الالكالاين ميتال، تمام، اللي هو اول عنصر، كل ما انزل لتحت بتقل. تمام، في الهالوجين كل ما انزل لتحت بتزيد. تمام كده، تمام. طيب، معلومه بقى ثانيه، الفيزيكال ستيت في الروم تمبريتشر، درجه الحراره العاديه اللي هي 25. السوليد والليكويد والغاز. السوليد things that stay solid في التمبريتشر. بصوا بقى، انا عندي درجه حراره 25 لان انا في درجه الحراره العاديه. الحاجه اللي لسه سوليد زي ما هي بتدوب في اكتر من 25، ما الميلتنج بوينت بتاعها اكبر من 25. طب الليكويد، لو هم ليكويد فالميلتنج بوينت اقل من 25 والبويلنج بوينت above it، اعلى منها. تمام، يبقى الميلتنج بوينت لو هي سوليد، احنا دلوقتي هي ليكويد، هي ليكويد طبيعي هتغلي فوق ال 25، هتبقى سوليد اقل من 25. تمام، لو هي غاز في الروم تمبريتشر فالميلتنج والبويلنج بوينت اقل من 25 لان الغاز ده اخر مرحله. يبقى بالراحه كده، لو هي سوليد الميلتنج بوينت بتاعها اعلى من 25. يعني تعالوا ابسطها لكم، تعالوا نتكلم على الايس فور اكزامبل. التلج، لو انا عندي درجه الحراره دلوقتي ده تلج موجود، تلج درجه الحراره دلوقتي ما مسحش، يبقى معنى كده ايه؟ ان عشان يسيح انا عايز ازود درجه الحراره، يبقى الميلتنج بوينت بتاعها اقل من فوق ال 25، فوق درجه حراره الموت. طيب لو انا عندي ميه دلوقتي، ميه موجوده، يبقى هي ساحت في اقل من 25 صح؟ هتغلي فوق ال 25. سهله ايه؟ طب لو هي غاز اصلا، لو هو عندي بخار ميه اصلا دلوقتي، فهو اوريدي الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاعها اقل من 25 لان هو وصل للغاز، وصل لاخر فيز اصلا. فهمتوا حاجه؟ طيب ملخص سريع وبسيط وصغنن على الجزء اللي انا بتكلم فيه. الاتوم بتكبر كل ما بنزل تحت، من فوق لتحت عشان الليفل بيزيد. الالكالاي ميتال، استنوا بس عمو يبطل الكتابه عشان نوقف. بس الالكالاي ميتال اللي هو ايه اللي بيحصل فيها؟ بتقل الميلتنج والبويلنج بوينت من فوق لتحت. في الهالوجين الميلتنج بوينت بتزيد والبويلنج بوينت بيزيدوا. state of matter depend on the melting point compared to the room temperature. الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت عشان اعرف الستيت اوف ماتر، حال الماتيريال او الموليكول اللي عندي. تمام، يبقى الاتوميك براحه بقى كده، الاتوم الريديوس بتاعها بتكبر من فوق لتحت، من الاخر في الجو الاتوم بتكبر من فوق لتحت. ليه؟ لان عدد المجرات الالكترون ايه بتزيد زي ما شفنا. في الالكالاي ميتال من فوق لتحت الميلتنج والبويلنج بوينت بتقل، يبقى الكالاي ميتال جيت سوفتر، بتبقى اطرى. تمام، من فوق لتحت، يبقى من فوق لتحت في الالكالاي الميلتنج والبويلنج بوينت بيقل. في الهالوجين لا بيزيد. طيب عشان اعرف ستيت اوف ماتر، اعرف ان الماتر اللي عندي، الماده اللي عندي دي في انهي فيز، ليكويد سوليد غاز، هعرفها منين؟ هحددها من الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاعتها مقارنه بالروم تمبريتشر اللي هي فيه. فهمتوا حاجه؟ يا رب تكونوا فهمتوا. ماشي، اخر جزء في الدرس عشان نقول
done. سهلة عشان نبقى done بقى خالص. chemical activity. نعم chemical activity. طيب احنا هنا بنعتمد في الدرس ده شويه على دراسه الهالوجين والالكلاين ميتال، يعني ما ناخدش الجدول كله. طيب تعالوا بقى نشوف في الالكلاين ميتال الاس بلوك يا عم مالهم؟ chemical activity of metal increase with increasing the atomic number from top to bottom. يعني كل من فوق لتحت في اول تو جروب ليثيوم صوديوم بوتاسيوم اهم، مش الراديوس بيزيد كمان الاكتيفيتي او الكيميكال اكتيفيتي بتزيد. تمام؟ في الالكلاين metal are less active than that on the high active alkaline metal. فبيقول ايه ده؟ هنا الكيميكال اكتيفيتي بتزيد، هنا بتقل من الاخر. لا مش سوري، هنا يعني الاثنين بيزيدوا، بس مين اكتف؟ مين مور اكتف في البريودك تيبل كله؟ الالكلاين ميتال ال1A. يبقى ال1A هي مور اكتف عن الالكلاين ميتال اللي هو 2A. 1A هي اكتف عن 2A. طيب الاكتيفيتي او الكيميكال اكتيفيتي بتزيد من فوق لتحت. طيب الهالوجين الكيميكال اكتيفيتي بتقل كل ما بطلع من فوق، ما بنزل من فوق لتحت في جروب. الفلور برومين يود الكيميكال اكتيفيتي بتقل. Cesium is the most active metal while fluorine is the most active non-metal. يبقى most active metal مين؟ CS السيسيوم اللي هو موجود فين؟ في ال1A في الالكلاين ميتال. طب اقل عنصر اكتيفيتي في النون ميتال الفلورين. فهمتوا حاجه؟ تاني نلخص الجزء ده كله، الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت. عندي يعني اسمها انا لخصها لك. عندي الريديوس بتاع الاتوم، عندي الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت بتاع الاتوم، عندي الكيميكال اكتيفيتي بتاع الاتوم او الاليمنت. طيب في الجروب 1A الريديوس من فوق لتحت بيزيد، صح كده؟ الميلتنج بوينت والبويلنج بوينت من فوق لتحت لا بيقل. طب الكيميكال اكتيفيتي بيزيد. وعلى فكره اسمها الالكلاين ميتال هي اعلى جروب اكتيف كيميكالي اكتيف موجوده في البريودك تيبل. اعلى كمان من مين يا اسمها؟ من الالكلاين ايرث ميتال من 2A. ماشي. تاني حاجه الهالوجين. بص يا نسمع الهالوجين كان 7A صح؟ الريديوس بتاعه من فوق لتحت بيزيد برضه. هي ما بتزيد بالليفل. ايه كمان؟ من فوق لتحت الميلتنج بوينت والبويلنج بتاعته بيزيدوا. برافو عليك. طب الكيميكال اكتيفيتي لا اسمها بتقل، بدليل ان الفلور اول واحد فوق في الهالوجين اقل كيميكال اكتيفيتي موجوده. الفلور هو موست اكتيف نون ميتال. اليود هو الاقل. تمام؟ يبقى الفلور هو اعلى اكتيفيتي عكس السيسيوم. السيسيوم تحت اهو والفلور اهو، شايفين كده؟ اعلى اكتيفيتي اتنين سيسيوم وفلور. تمام؟ اتمنى تكونوا فهمتوا الدرس. درس طويل هيثبت بحل الاكسرسايزز كلها. ماشي؟ اشوفكم في الاكسرسايزز ان شاء الله. باي باي.